after realizing to master enterprise and I ain't have to be in school by 10, I then began to encounter with my counterpart to how to burn the block apart, break it down into sections. السلام عليكم واش اخوتي، تحياتي لكم كاملين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد. اليوم غادي نهضروا على الكلاش ديال دومبيك، العنوان ديال الشوكه اللي كان موجه للبوز فلو، وكلاشا مع الياس المالكي في واحد 4 ديال الاسطر. ولكن غادي نناقشوا المستوى ديال الاغنيه، نحطوا معايير، فهمتي، نحطوا معايير باش نعرفوا واش هاد الفريمون ديستراك هذا كان في المستوى ولا لا. وهاد المعايير نحطوا، المهم كيما كتشوفوا معايا هي أربعة ديال المعايير. الاول معيار الكتابه، الثاني هو الفلو، الميوزيكال تشويس ولا الاختيار الموسيقي، وربعة الديليفري. دونك 4 ديال المعايير غنهضروا على كل معيار ونشوفوا واش الاغنيه ديال دومبيك يعني استوفات داك المعيار ولا لا. ف على اين غنبداو من ناحيه المعيار الاول اللي هو الكتابه. فملي كنهضروا على الكتابه كنهضروا على التقنيات ديال الكتابه اللي فايتين شايفينهم. كنهضروا على البنش لاينات كيفاش مخدومين، كنهضروا على الميتافور، كنهضروا على السيميليز، كنهضروا على المهم الريفيرونس، كنهضروا على جميع التقنيات ديال الكتابه اللي هما بزاف. فهمتوا الاشكال؟ يعني واش كاين، يعني شنو دار كاع لي تكنيك ديال الكتابه اللي كاينين. فالاغنيه ديال الدومبيك ما عمرو كان تيعرف يكتب. المهم انا عارفك، انا متفاجئ، انت كمستمع عارفك متفاجئ من هذا الدومبيك. ما عمرو كان تيعرف يكتب. الدومبيك ما عمرو خرج وقال لكم انا راه لي ريسيس ولا راني كنعرف نكتب ولا لا. حيت الدومبيك ما كيعرفش يكتب، ولكن الدومبيك كيفهم في الموسيقى. الدومبيك عنده اشياء اخرى هو واعر فيها، فهمتي. ولكن من ناحيه الكتابه ككتابه هيز بيزك بازيك بزاف. هذا هو اللي كاين. فالاغنيه انا بالنسبه لي الكتابه كانت بازيك، ما كاينش ولا بانش لاين وحده مخدومه في الديستراك كامل. ما كاينش بانش لاين وحده مخدومه. البانش لاين باش كتكون مخدومه خاص يكون فيها واحد السيت اب لاين، يعني كتكون كتوجد واحد السيت اب لاين، كتعطي واحد البانش لاين اللي فهمتي كتفرقع بها المعنى. نعطيكم واحد المثال باش ما تقولوش لي لا انا كنجي من بوز ولا كذا. مثلا نرجعوا للبيف اللي طرا ما بين المورفين وبوز. المورفين في سطان الاغنيه الاولى اش كان قال البوز؟ كان قال لي في واحد البانش لاين سموها كيفاش مخدومه. قال لي شكيت في الراب، طلبت تيست ات دي ان بتويت، نعرف واش ولدينيت ولا ولد كاترويت. شو هذاك السيت اب لاين ديك شكيت في الراب، نطلب التيست ديال ات دي ان بتويت، نعرف واش ولدينيت ولا ولد كاترويت. هي البانش لاين، فهمتي، ولكن عندها معنى مترابط مع السيت اب، يعني غاديين بجوج. فهذيك البانش لاين كتسمى واعر، يعني كاين فيها واحد المعنى ناضي. هذا من جهه باش ما تبقاش تقول لي راني كنجي من بوز ولا، فهمتوا. حنا كنهضروا في الراب، حنا كمحبين تنهضر مع لي فان الحقيقيين ديال الراب، فهمتي. اما دوك اللي كيخرج ديسكو كيبقى لا 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 ناري 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 واو لا باش نكونوا واضحين. هذا هو اللي ما خصش تكون انتوزياستيك ولا تكون فيك واحد داك الحماس الزائد، فهمتي. يعني تتولي كتسمع شي حاجه اللي هي لا علاقه وكتبقى تبلبل ولا لا لا لا. اوكي، هذا هو اللي كاين، مع كامل احترامنا لدوك القنوات ديال الرياكشن. المهم هذا هو البلان. من ناحيه الكتابه فقلت لكم بازيك، من ناحيه لي ميتافور ما كاينش، من ناحيه المهم اغلب لي تكنيك الاخرين حتى الرايمين. بقنا نهضروا على الرايمين ستايل في الفلو، ولكن لا هضرنا على الريمات دابا يعني حتى في الكتابه فما كاينش شي ريمات اللي هما اوكي. داكشي بازيك، فهمتوا بلان. فاميلتي جاميلتي هنا مثلا
تلفت لي الريمه هو يدخل بالونجلي ايس مان تي اوكي باكي تيد غاكني تي قلتي قيمتي هي ثاني تلفات مشى لونجلي قيلتي فراقشي وسط البهايم كيغني غا سي سويت سي سويت. هنا اللي بيقصد بها واخا دار ماشي تفسير غير اللي بيقصد بها الدومبيك هو سي سويت واحد واحد الريتميك نوت فهمتي واحد النوت واحد الريتم ديال لي نوت موسيقيا اللي كيكون شويه طالع يعني هو قال على بوز يعني ربما كتدوخ على لي فان ديالك بداك فهمتيني بداك السرعه ديالك فوق البيت يعني اوكي هذا هو اللي بيوصل ليه هذا هو البلان. بالنسبه لي فاكت لان الكلاش كنهضروا على الكلاش كنهضروا على الفاكت كنهضروا على الحقائق. واش قال شي فاكت هنا مثلا المهم اغلب هادشي هذا راه كاع فايتين شفناه اللي تيدور في الانستغرام وكاع هادشي هذا كيشوفوا على بحال هنا قال لي دي يعني ديديكاس اللي هو 1000 درهم واخا تكون كدوز في ام 6 واحد القناه فرنسيه. فكان بوز لاح في واحد ستوري ديالو هادشي قديم لاح في واحد ستوري اللي بغا ديديكاس ولا بغى المهم يدير معاه شي انترفيو صغير ولا شي لعبه 1000 درهم. هذا هو البلان. من ناحيه لي فاكت كاع هادشي هذا مقيول على بوز يعني كاينين دي فاكت هادشي كاملين حقائق كيدوروا على بوز كنسمعوهم من قريب ولا من بعيد. غير هو انا من ناحيه الكتابه لان هذا الراب خصك تكتب عين دوك لي فاكت دخل على الانستغرام وتلقاهم تمشي مثلا عند سهيل راه سولت غتلقى دوك لي فاكت تصيب كاع الفيديوهات ديالو فيهم كاع هاد البلانات هادو تقدر تهزهم ولكن تهزهم من عند مثلا دخلت عند سهيل وبتهز داكشي اللي كاين تماك وتحولهم يعني عندك خاصك الطريقه ديال الكتابه فهمتي. دونك انا بالنسبه لي الاغنيه كتابيا كنعطيه 1/10 ما ارتقتش المستوى الكتابي اوكي. فعلى ايا غندوزو المعيار الثاني اللي هو الفلو. الفلو من الاساسيات. ملي كنهضروا على الفلو كنهضروا على الفلو كنقولوا الرايمين ستايل وكنهضروا على الكيدنس اللي هو الايقاع وكنهضروا على الريتم اون ذا بيت فهمتي الريتم ديالك فوق البيت. فهادو هما بالاساس اللي كيشكلوا الفلو. فالفلو هو الطريقه باش الرابور كيستف الكلمات ديالو وكيستف الريمات ديالو فوق داك البيت باش يمشيو بواحد السلاسه. فكتحس بانه كلمه شاده في الاخرى يعني كاين واحد الفلو كيخرج بسلاسه اوكي. كاين بزاف ديال الناس كيسمعوا الفلو ما كيعرفش شنو الفلو. ما الفلو كاين اللي كيقول الفلو هو الصوت هو الفوكال ما لا الفلو هو هذا فهمتي. الفلو هو حتى هو ملي تكنيك ديال الكتابه شكون واضحين. فعلى اين الفلو كما قلت لكم هو طريقه باش كيستف الرابور الكلمات ديالو اوكي. نعطيكم واحد المثال قديم الثمانينات لان احنا مازال ما كنتقارنوش دابا مع الراب الامريكي مازال ما وصلناش لفتره التسعينات باش نتقارنوا مع التسعينات لا مازال ما وصلناش. انا دابا باقي كنتقارنوا مع الثمانينات فهمتي انهم فايتيننا بشي 40 عام ولا هذا هو اللي كاين. ف كيجي بيك دادي كاين وكيبدا واحد الفيرس ديالو confuse and lose abuse and bruise the cruise to choose to use my name wrong they'll pay dues فهمتيني. تخيل كيفاش غير رايم وحده فهمتيني confuse and lose abuse and bruise the cruise to choose to use my name wrong they'll pay dues خلق منها واحد جوج ديال لي بار جوج ديال الاسطر فهمتيني متميزين وفلو متميز كتحس بحال كلمه شاده في الاخرى. رايمين ستايل متميز. بالنسبه للرايمين ستايل في الاغنيه ديال البيك واش كان شي رايمين ستايل متميز؟ لا لان قلبنا الاغنيه كامله ما غنصيبوش انترنال رايم وحده ريمه داخليه اللي كاينه الوسط ما نصيبوهاش ما كايناش اوكي. بالنسبه هنا هابط بالمونو رايمين تي جميل تي عايز تي باكي تي فهمتي واحد رايمين ستايل اللي قديم فهمتي
هذا هو اللي كاين. فالدومبيك راني قلت لكم هو ما كيعرفش يكتب. غادي يجيو الناس يقول لي ولا راه كان تيعرف يكتب مثلا في الالبوم ديال مغاربه الموت. اوكي، الالبوم ديال مغاربه الموت واحد من افضل الالبومات اللي دازوا في تاريخ المغرب، وربما كاع الافضل، ولكن ما كنهضروش على الالبوم ديال مغاربه الموت. ما كانش واعر كتابيا. انا نعطيكم واحد المثال، ما كانش واعر من ناحيه الكتابه. الالبوم ديال مغاربه الموت كان دار ثوره موسيقيه، فهمتيني، دار واحد الريفولوشن ولكن موسيقيا، طلع الليفل من ناحيه الموسيقى، فهمتي. باش كنقول لكم الدومبيك راه كيفهم في الموسيقى. انا نعطيكم واحد المثال. مغاربه الموت، الالبوم ديال مغاربه الموت، الاغنيه اللي سميتها مغاربه الموت نيت. المهم كيبدا الفيرس الاولى ولا الكوبليه الاولى: وكان موت 24 في النهار، اوكي، عزرائيل يشدها بالليل والزنقه تشدها بالنهار. كمان دومبيك برو، رميتي لنا النهار مع النهار. ويلي يا صاحبي، كمان السطر الثالث: ما بين الحشيش كمية الكاس والطبلة خويا في نهار. ياو، النهار مع النهار مع النهار. باش كنقول لكم ما كيعرفش يكتب. هذا هو البلان. من ناحية الكيدنس، ايقاع لا بأس به، ما متوسط الى، فهمتي، ايقاع ماشي شي ايقاع لي واعر. الريتم اون ذا بيت كان ريتم ما بيش هو. فالمهم بالنسبه لي انا من ناحيه الفلو كنعطيه 3 على 10، لان الرايمين ستايل هو اللي هرس كل شيء. كون كان عنده رايمين ستايل مزيان كان غادي تحس بواحد الكيدنس اخر واعر، وغتحس بواحد الريتم اخر واعر. اوكي، هذا هو البلان. غندوزو للمعيار الثالث اللي هو الاختيار الموسيقي. الاختيار الموسيقي، البيت اللي لعب عليها الدومبيك كيفاش، يعني الاختيار ديالو، لان الفنان هو اللي كيختار ديك البيت يلعب فوقها. فالبيت كانت واعره، تراب، واحد تراب طيب بيت. شكون اللي صاوبها لي؟ الباندي تقريبا. المهم اغريسيف، واحد البيت اللي اغريسيف، واحد البيت اللي هارد هيتين. دونك النوع اللي كيليق لك لاش. دونك الاختيار ديال البيت كان متميز، كان مزيان، فهمتيني. واحد المودرن هيب هوب، ماشي شي بيت اللي قديمه، واحد البيت عصريه، فهمتيني. فالبرودكشن هنا كانت مزيانه. فالباندي دار برودكشن اللي ناضيه. هذا هو اللي عندنا. اختيار الموسيقي كان ناضي، كنعطيه 7 من 10. الديليفري، ندوزو للمعيار الرابع اللي هو الديليفري. الخوت اللي ما كيعرفش الديليفري هي النقطه اللي كينجح فيها الفنان، انه يوصل المشاعر ديالو، ولا كيوصل ديك، فهمتيني، ولا كيوصل المشاعر ديالو، الاحاسيس، كيوصل الفيلينغز ديالو، فهمتي. وهنا الديليفري، الدومبيك عنده ديليفري واعر، لان عنده واحد الفوكال واعر، عنده فوكال، فهمتيني، تحس به ديال الراب. الفوكال ديالو واعر، الانطونس اللي كانت هذيك الانرجي اللي في الصوت ديالو، فهمتيني، خلات الديليفري في هذه الاغنيه تكون واعره. اوكي، زائد ان الدومبيك طناز في ديك الطنز داك، فهمتي، فهو واحد الطناز من العيار الثقيل، فهمتي. فبالنسبه لي انا الديليفري كنعطيه 8 على 10. هذا هو التقييم ديالي الديليفري في الاغنيه، لان الدومبيك عنده واحد الانطونس، عنده واحد الانرجي في الفوكال ديالو، في الصوت ديالو، اللي كتخلي ديك الديليفري تكون زايده. فكنعطيه 8 على 10 في المعيار الرابع اللي هو الديليفري. فكما قلت لكم الكتابه، انا بالنسبه لي كانت كتابه بازيك، عطيته 1 من 10. الفلو شحال عطينا؟ 3 من 10. الاختيار الموسيقي 7 من 10. الديليفري 8 على 10. ومهم كان هذا هو التقييم ديالي الاغنيه ديال الدومبيك شوكه. فتحياتي لكم الخوت، نشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. بيس. شدادني الباتري تاد لابرود، ماشي الخاطري غادا تنوض في شطحات البوط، ماشي خابين ريحة المازوت في لاكابين، فيدي كارابين في ساكي الهموم، نعطيو شروة بقرابين، وردو لينا ايمي فدوم اللي شافتو غنو بغات منو.